صباح الفل. نفسكم في حاجة حلوة وسهلة وسريعة والمقادير بتاعتها تكون موجودة في البيت. حاجة كده عاملة زي الجاتو. سهلة جدا. معانا 350 جرام من البسكوت، اي نوع بسكوت. ده البسكوت اللي هو عارفينه بيدوه للاطفال في المدارس، هو ده. فانتوا ممكن اي نوع بسكوت تستخدموه، 350 جرام. المهم ان يكون البسكوت ما يكونش ليه نكهة كده. ودي كوباية الا ربع من الحليب، واربع معالق من الكاكاو الخام، وربع كوباية من الزبدة. اول حاجة هعملها ان انا البسكوت هحطه في الكبة بتاعة الخلاط كده، وابدأ ان انا اطحنه لغاية ما يبقى ناعم خالص، عارفين زي الرمل كده. في الكبة. هتدجيه مثلا في كيس تلاجة وتدجيه عادي. المهم ان هو يبقى ان احنا عايزينه يبقى ناعم. فبصوا، وصلوا المرحلة دي بأي طريقة انتوا متوفر عندكم، عشان لو مش موجودة عندكم يعني الكبة وكده. طبعا بعد ما اتطحن نزلت في طبق كده غويط. هنزل اول حاجة بالاربع معالق الكاكاو الخام، وابدا ان انا اقلبهم لغايه ما يتغلف كل البسكوت بالكاكاو. كاكاو خام، كاكاو محلي، شوفوا على حسب الرغبة بتاعتكم وعلى حسب البسكوت. لو البسكوت يعني محلي قوي، او البسكوت مفهوش سكر، على حسب البسكوت يعني اللي موجود معاكم. فالكاكاو ده على حسب اللي موجود عندكم وعلى حسب نوع البسكوت. اللي انا كنت مستخدماه كان كاكاو مش محلي، كان كاكاو خام. ودي ربع كوباية الزبدة. هبدأ ان انا برضو اغلف كل البسكوت بربع كوباية الزبدة دي، اللي هو ايه، لغاية ما احس كل البسكوت اتشرب الزبدة. لقيت ان الاسباتولا مش هتعرف تجلب لي طبعا زي ايدي، فبدأت بقى انزل في المرحلة دي ايدي عشان اغلف كل البسكوت بالزبدة. يعني احس ان كله كده وصله من الزبدة اللي انا حطيتها. زبدة سمنة، بس صراحة بيبقى الزبدة بيبقى لها طعم حلو في الوصفة دي. وصفة سهلة وسريعة. لو نفسكم في مثلا بتبقى حاجة سهلة وسريعة كده وعايزين تاكلوها في نفس الوقت، صراحة الوصفة دي حلوة جدا. آه، دلوقتي بقى بعد ما البسكوت كله كده اتغلف بالزبدة، هنزل بشوية شوية من الحليب، وابدأ ان انا اعجن فيها. منزلش بالحليب كله عشان ممكن يكتر يبقى كتير، وممكن يبقى، هي المقادير اللي معايا مظبوطة بس بيختلف من نوع بسكوت للتاني. فببدأ ان انا انزل لغاية ما احس ان هي عملت كلها كده، بقت عاملة زي قطعة العجينة. فببقى خلاص انا نزلت بالكوباية الا ربع الحليب اللي كانت موجودة معايا. اول ما خلاص كده اتعجنت وبقت تمام، تمسكي كرة كده في ايديك تلاقيها اتشكلت معاكي، يبقى تمام. تجيبي ورق زبدة بقى، ورق زبدة، ورق استرتش. المهم ان احنا اي حاجة كده نلفها فيها علشان نعملها على شكل بونبونية، عشان لسه هتقعد ساعة في التلاجة. بصوا هي كده ايه، بقت معايا عاملة زي قطعة العجينة. هبدأ ان انا ايه، ابدأ برومها كده عشان لما اجي اشكلها تبقى سهلة. لقيتها في الناحية دي ان هي هتبقى السمك بتاعها يبقى عريض قوي ومش واخده راحتها، فعكست الناحيه التانية على ورقه الزبده كده بالعكس الناحيه التانية. وبدات ايه، ان انا اعملها كده على شكل اسطواني. بدات بقى الفها كده زي البونبونيه واحطها في التلاجة ساعة واحدة بس. بعد كده بعد الساعة اهو طلعتها من التلاجة. سيحت بقى مكعبين كده شوكولاتة على حمام بخار او في الميكروويف، اي حاجة. بدأت بقى ان انا هنا اقطعها على شكل كده دواير، الشكل اللي انت حباه قطعها بيه. المهم ان هنا كنت خلاص وصلت كده للمرحلة الاخيرة. شوية شوكولاتة كده سيحتهم على حمام بخار مية، وكان كده خلص. وبصوا ما شاء الله على الطعم والشكل النهائي. بصوا ما شاء الله الشوكولاتة اهي
بنزلها في الشوكولاته واطلعها احطها في طبق بقى واحطها شويه في التلاجة. هي بصوا علشان احنا اصلا في الشتاء، يعني قبل ما تدخل التلاجة اصلا كانت الشوكولاته اللي مغلفينها بيها من بره دي كانت نشفت وبدات ان انت تاكلي منها. يعني بعد ساعة كده بتلاقي نفسك اكلت منها على طول. وممكن كمان احنا في الشتاء ما تاخدش منك ساعة في التلاجة، يعني تاخد اقل نص ساعة لما تسيبيها يعني ترتاح شوية. بصوا ما شاء الله، والطعم تحفة. هتدعولي بعد ما تدوقوا الوصفة دي. شكلها حلو جدا. ممكن لو جاية ضيوف عندك ومحتارة تعملي ايه، سهلة جدا وسريعة ومنقذة في نفس الوقت. ما بتحتاجش تكاليف كتير ولا حاجات يعني مكلفة ولا اي حاجة. بكام باكو بسكوت كده هتعملي وصفة حلوة وسريعة وهتعجب الولاد جدا. كل اللي هيدوقها هتعجبه جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، وتطلع حاجات كمان احلى من كده. بصوا الشوكولاتة ايه، وعارفين عشاق الشوكولاتة يحبوا الوصفة دي جدا جدا. يعني العشاق الشوكولاتة طبعا مفيش حد ما بيحبش الشوكولاتة. بقى جاهز للتقديم بقى ما شاء الله، تحفة جدا. شايفين؟ يا سلام بقى لو في شوية سبرينكس كده كنا رشناهم على الوش او سوداني مجروش كان هيبقى تحفة جدا. هما صراحة الطعم بتاعهم تحفة. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك